السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة روتين تشجيعي كده للمطبخ. زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو المطبخ كان يضرب يقلب. يعني بصراحة كده انا قعدت سنة كاملة ما عملتش روتين وتنظيف كده عميق للمطبخ. فزي ما انتوا شايفين الدنيا بقت مليانة دهون. وشوفوا الشفاط بقى شكله عامل ازاي، بقاله والله يا بنات اكتر من سنة. يعني يعتبر فترة حملي كلها. وكمان ابني قعد كمان سنة ما قدرتش اخش المطبخ بسبب ظروف التعب اللي حصلت لي في الحمل. فالنهاردة بقى يعني بصوا قلت لا، انا النهاردة بقى ناويالك. فحبيت ان انا انضف كده معاكم واوريكم النهارده نضفت ازاي. اول حاجه خليت كده زوجي ربنا يبارك له يا رب فكلي المقابض بتاعه المطبخ زي ما انتم شايفين. وهبدا دلوقتي انضفها. بصراحه كان عليها كميه دهون فظيعه، يعني انا ما كنتش متخيله كميه الدهون اللي كانت عليها. كانت كده باينه ان هي نظيفه من بره، بس لما اتفكك كده يعني بانت كل حاجه. فان شاء الله بقى كده هننضفها زي ما انتم شايفين، حتى الضرفه كده عليها دهون وعليها حاجات كده. بصراحه مش لطيفه. زي ما انتم شايفين شوفوا المقابض شكلها بقى عامل ازاي. بصراحه لما اتفكت انا اتصدمت، يعني ما كنتش متخيله ان هي تبقى بالشكل ده. انا جبت كده دلوقتي معايا كربوناتو وملح ليمون. وهجيب كمان خل. بصراحه الخلطه دي كانت حلوه جدا جدا، ما تعبتنيش كمان في التنظيف. جبت ميه مغليه. طبعا غليت ميه وهحطها كده عليها من فوق، عشان كده الميه لو في دهون تسيحها معايا. طبعا حطيت كميه ميه غطت المقابض كلها. هضيف كده عليها الخلطه اللي انا بقولكوا عليها، اللي هو الملح الليمون والكربوناتو. زي ما انتم شايفين بصراحه الخلطه دي جميله رهيبه. يعني يعني انا حطيت الخلطه دي وسبتها كده ركنتها شويه. بصراحه كانت في منتهى الجمال، دوبت معايا الدهون وطلعت حلوه جدا. شايفين زي ما فارت كده قدامكم. على طول هغطيها دلوقتي واسيبها كده اركنها لحد ما الاقي الدهون اللي فيها بدأت تروح وتبقى سهله معايا. اول خطوه بقى ابتديتها. دايما انا بحب ابتدي في الشغل بتاعي، ابتدي بالحاجات الصعبه. يعني انا مثلا السجاده ما كانتش نظيفه معايا، نفضتها كده ودخلتها على طول على الحمام. هبدأ كده اغسلها معاكم. يا دوب على ما مثلا اخلص بقى التنظيف واخلص الدربكه بتاعه المطبخ دي، لانها بتاخد برضو وقت طويل جدا معانا. فعلى ما اخلص تكون مثلا هي اتغسلت ونشفتها، علشان يبقى الروتين كله مع بعضه كده في اخر النهار احس ان انا كده فعلا اشتغلت وبان شكل المطبخ بتاعي. زي ما انتوا شايفين السجاده بتاعه المطبخ بصراحه كانت مليانه دهون. بس دي طبعا انا كنت بغسلها عادي، ما قعدتش سنه ولا حاجه. بس طبعا غسلتها ونضفتها كده على طول. بصراحة فترة الحمل دي كانت أصعب فترة في حياتي، كانت أول مرة تحصل لي موضوع التعب اللي جالي ده. يعني بصوا كان موقف ايدي خالص، يعني كان حاسة ان انا خلاص كأن انا ايدي دي مش هعرف احركها تاني. جالي حاجة كده اسمها اختناق في الوتر. وبصراحة ما كنتش قادرة حتى ان انا امسك اي حاجة بايدي. فيعني بصراحة كان الله في عون اي واحدة حامل ومرت بالظروف اللي انا مريت بيها دي. انا زي ما قلت لكم كده خلاص غسلت السجاده وسبتها كده تنشف، ومسكت بقى المطبخ من بره. نضفته كده من الدهون اللي كانت عليه بحاجات بسيطه جدا يا بنات والله العظيم. يعني انا برضو حابه ان انا اوصل لكم فكره ان احنا برضو ننظف وفي نفس الوقت بحاجات اقتصاديه عندنا في البيت. عاملاها كده بالصابون البلدي بتاعنا اللي احنا بنعمله في البيت من الزيت. بصراحة الصابونة دي رهيبة، احنا بنعملها كده بتقضي على الدهون مجرد ما بنغسل بيها. زي ما انتوا شايفين ادي الصابون اللي انا عاملاه في البيت، وعندي كده الاسبونشة اللي انتوا شايفينها ديت. بصراحة الاسبونشة دي حلوة جدا، فيها كده سلك وبينضف كده معايا حلوة قوي. وهبدأ كده همسك كده المطبخ من بره. طبعا انا كنت منضفه قبل كده، انا جايبه لكم التنظيف ده من بره. يعني لسه لو انتوا عايزين تنظيف عميق من جوه ان شاء الله نبقى نعمله مع بعض تاني.
زي ما انتوا شايفين بدأت بقى ادخل عند الحتت، بصوا اللي هي مش باينة كده، وانضف كده بالصابونة. بصراحة الصابونة دي بتشيل البقع يا بنات وجميلة جدا، يعني ما نكلفناش نفسنا حاجة، ولا جبنا بقى سترس ولا جبنا اي حاجة مكلفة. الحاجات دي موجودة عندنا في البيت، وايه ما شاء الله كانت نتيجتها حلوة جدا معايا. انا كده طبعا نضفت كده وظبطت مسحت كده الصابون والحاجات اللي كانت عليه. وعايزه اقول لكم على حاجه، كل ما نبتدي في شغل البيت من بدري كل ما بنخلص بدري، وكمان بنحس كده ان احنا انجزنا. يعني شوفوا ما شاء الله الضلف لمعت كده. انا بقول لكم ببدا الاول حاجه بالصعب وبعدين السهل، علشان احس كده وانا ما ابدا احس ان انا تعبانه، ابص الاقي الحاجات اللي قدامي حاجات بسيطه، مش حاجات بقى مكلكعه وتقيله وخلاص زهقت. طبعا انا نزلت الشفاط، شايفين كميه الدهون اللي عليه، بصراحه صدمتني صدمه عمري. ما كنتش متخيله ان انا يعني هلاقي كميه الدهون الكتير دي موجوده فيه. بس ان شاء الله هقضيها معاكم كده بحاجه سهله جدا وبسيطه. جبت كده قصعه كبيره على قد طبق كبير كده على قد الشفاط، وضفت كده حوالي 4 معالق بس من البوتاص، علشان برضو ما ياكلش في ايدينا. ما نحاولش ان احنا نكتر بوتاص كتير، علشان برضو ما لان البوتاص لما بتبقى كتير بيبوظ ايدينا. قلبته كده بحاجه خشب لحد ما البوتاص بدأ يدوب، وبدأت ان انا اغطس فيه الشفاط. بصراحة كانت نتيجته ممتازة، في نفس الوقت مش مكلف، واحنا عايزين برضو حاجات اقتصادية في نفس الوقت. يعني ما تهلكناش في التنظيف. يعني انا بشوف برضو بنات كتير بتعمل بتنظف الشفاط ده بالزيت. بصراحة الفكرة دي ما عجبتنيش خالص. زي ما انتوا شايفين والله العظيم يا بنات، انا اصلا الشفاط ده زي ما انتوا شايفين، يا دوب انا حطيته بقيت اقلبه كده كل فترة، والدهون نزلت من عليه لوحدها. يعني انتوا متخيلين؟ ولا دي اول بداياتي في ان انا انضفه معاكم. زي ما انتوا شايفين يا دوب الفرشة بتيجي عليه بس كده، والدهون كلها بتروح. بصراحة انا شايفة ان ده افضل طريقة للتنظيف، وكمان مش مكلفة. يعني ب2 جنيه بوتاص بصراحة هيخلينا المطبخ من حوالينا بصوا بيبرق. دي فرشة زي ما انتوا شايفين، حبيت ان انا بقى عشان ادخل في الفتحات الضيقة دي. زي ما انتوا شايفين شوفوا في ثواني الفرشة بس يا دوب بتمشي عليه بتسيح الدهون اللي عليه. بصراحة كانت نتيجته حلوة قوي قوي معايا. ولو انا حسيت برضو ان لسه في الدهون ماسكة فيه، لا بسيبها شوية. وزي ما انتوا شايفين مش لابسه اي حاجه في ايدي، مش حاطه جوانتي ولا اي حاجه. وكانت معايا البطاص ما عملش حاجه في ايدي الحمد لله، علشان انا ما كترتش البطاص. زي ما انا قلت لكم الطبق كان كبير، وحطيت له بس 4 معالق من البطاص ودوبتهم كده. وزي ما انتوا شايفين النتيجه كانت جميله جدا. وطبعا رجعت بقى عدت عليه بالسبونشه كده في الاخر، وما شاء الله بقى منور كده وبيلمع ومن غير تعب ومن غير اي حاجه. وبصراحة يعني شغل البيت يعني ما هوش متعب قد ما بنبقى الكسل، يعني بقى عندنا كده كسل بيخلينا ان احنا مش عايزين، شايفين الحاجة تقيلة على قلبنا، لا مش قادرين. لا بالعكس، احنا اول حاجة بنصلي كده على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونبدأ كده نقول اذكار الصباح والمساء، و... ونبدأ كده يعني نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ودايما ندخل كده على حاجة كده واحنا مقبلين كده ان احنا عايزين حاجتنا تبقى نظيفة، ونستعين بالله كده، وان شاء الله ربنا يعني يعيننا كده ويقوينا، ونقدر نشوف شغل بيتنا بإذن الله. انا كده خلصت كده، بخلص الحاجات كده واحدة واحدة، وجبت البوتاجاز بتاعي وهبدأ كده انضفه. بصراحة انا كان استعنت بقى بالموضوع ده بالباور، عشان دهون البوتاجاز كان عندي باور واشتغلت بيه. بصراحة نتيجته كانت حلوة جدا معايا. شايفين بقى الحاجات البيضة اللي هناك اللي كانت على الحيطة دي كانت من بودرة النمل. بصراحة النمل كان مبهدلني جدا، ويعني بحاربه بكل الطرق، ومش عارفة يعني اقضي عليه ازاي. والله جبت له كل حاجة. بصراحة البودرة دي اكتر حاجة نفعت معايا، وحسيت ان هي بصوا بتقضي عليه في ثواني. بصراحة البودرة دي بتفضل معايا حوالي سنة كاملة. النمل ما بيخشش المطبخ عندي. بصراحة تأثيرها كان حلو جدا معايا. عايزه اقول لكم برضو حاجه. في
في شغل البيت عموما ان اكتر حاجة تقيلة على قلبك، هي اهم حاجة لازم تنجزيها اول باول، لانها بصراحة لو اتركنت هتبقى تقيلة كده على قلبك وغتتة كده. زي البوتاجاز، لو سيبناه حتى ومنضفناهوش اول باول هتلاقي دايما تنظيفه صعب جدا، انما لو ابتدينا فيه، لو ايدينا دايما فيه كده بالفوطة ودايما نمسحه بعد كل اكلة، هيبقى منور معاكي كده وهيبقى دايما نظيف. يعني بعد كل أكلة المفروض ننضفه ونمسحه، حتى بتبقى تنظيفه سهل. زي ما انتوا شايفين انا كده الاول نضفت كده بفوطه مش نظيفه، وبعد كده ببدا المع بقى بفوطه نظيفه، وابتديت برضو المع الزراير زي ما انتوا شايفين. انا كده خلصت كده البوتاجاز من قدام. هبدا كده احركه من مكانه. طبعا الوقت اخدني ورحت طبعا غيرت كده وصليت، ورجعت تاني بقى اكمل التنظيف بتاعي. زي ما انتوا شايفين الجوانب وورا البوتاجاز كان بصراحة منظر صعب جدا، بس ان شاء الله في ثواني هننجز كده ونخلص مع بعض. انا جبت كده المية اللي كان فيها بوتاص مكان تنظيف الشفاط. بصراحة كانت جميلة جدا معايا. يعني زي ما انتوا شايفين بدأت كده اوزع المية كده على الدهون اللي في الجوانب، وابتديت كده برضو حطيت باور، رشيت باور كده على السلس بتاع البوتاجاز، وابتديت كده انضفه. زي ما انتوا شايفين في حاجات كده طالعه كده لونها ازرق او اسود كده، ده كان البتاع اللي هو اللزق اللي بيبقى على اللي على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده لمع معايا وبقى زي الفل اهوت، وبقى بلمع وزي الفل. شوفوا بقى جبت الفرشه وابتديت بقى انضف الارضيه بالميه اللي كان فيها بوتاص. بصراحه كانت منجزه جدا معايا ودوبت الدهون على طول. انا طبعا ما كنتش متحكمه في الدعكه قوي لان كان التليفون في ايدي. وطبعا برضو رشيت باور وعلى على الجوانب بتاعه المطبخ، كان فيها كميه دهون صعبه جدا جدا، ما كنتش متخيله كميه الدهون اللي كانت فيها. بدأت اعملها بالسكينة كده، بس بقيت حاسة ان هي سايبة كده فواصل، وكانت الطبقة بتاعت الدهون سميكة. فقعدت كده اعمل بالسكينة، فلقيت بقى عندي المقشطة دي بسعرها مش غالي، رخيصة جدا، وبصراحة بدأت تشيل معايا الدهون بسرعة جدا. زي ما انتوا شايفين كانت منجزة معايا جدا جدا، ساعدتني حتى في الأرضية. لما بقيت حاسة كده في دهون كده لسه لازقة، بقيت أمشيها كده على الأرض، كانت بتشيل الدهون معايا بالطريقة اللي انتوا زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده انضف الدهون كلها اللي على المطبخ وعلى الأرضية. شايفين بتحوش كده اي دهون لازقة على الأرض، كانت بصراحة كويسة جدا معايا. شايفين البوتاص بصراحة كان منجز بالنسبة لي، دوب كل الدهون اللي على الأرضية. شايفين يعني المنظر قبل كده كان عامل ازاي. وكده خلاص انا بدأت كده بتنظيف المية اللي مش نظيفة، ولميت كل حاجة. وهبدأ كده بقى اخر حاجة، هبدأ كده ارش معطر وديتول وخلطة كده حلوة، بدأت كده اوزعها بالموب بتاعتي، ورشيت كده شوية مية. بصراحة انا نظفت الاول كل المية اللي مش نظيفة في المطبخ، وبدأت بقى احط معطر وعشان كده خلاص المطبخ بتاعنا كده بقى حلو جدا. ان شاء الله البنات اللي هتتابع معايا جدول تنظيف البيت هننضف كده المطبخ كده تنظيفه محترمه، وبعد كده هنحافظ بروتين يومي واسبوعي عشان ما نبقاش الحاجه متعبه كده بالنسبه لنا. ان شاء الله حتى لما نبدا في اي تنظيف او اي شغل في بيتك، لو هتشتغلي بايدك دايما استحضري النية، وربنا يا رب يجعل تعبك في ميزان حسناتك. كده خلصنا كل المطبخ ما شاء الله من بره، ونضفنا كل حاجة كده بالحاجات المناسبة لينا تبع الميزانية بتاعتنا. بصراحة المطبخ كان متوسخ جدا، وما شاء الله في الاخر بقى منور كده وشكله يفتح النفس. هتقولي لي بقى شغل البيت تقيل عليا ورخم، اقول لك بقى يبقى تعملي لي اشتراك وتفعلي لي الجرس وتحطي لي لايك كمان قمر زيك كده، وتتابع معايا جداول وتريكات كده خفيفه هتنفعك وتساعدك كده في انجاز كتير في البيت ان شاء الله. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، ودايما اذكار الصباح والمساء والاستغفار، وربنا يجعل ايامنا كلها سعاده وبركه باذن الله. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودايما ايدينا في مطبخنا هيفضل دايما منور وزي الفل. سيبكم كده بقى مع جوله كده في مطبخي في اخر حاجه، تشوفوا بقى منور كده وبقى زي الفل. السلام عليكم.